السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الليمون المعصفر بالعصفر وبالحبة البركة والخلطة بتاعته الجميلة. ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة احنا جبنا الليمون وسلقناه نص سليق، ما سويناهوش خالص. وبعد كده غسلنا الليمون شطفناه، يعني حوالي 6 ايام بنغير ميته، ما بين 5 ايام او 6 ايام هنغير ميته في اليوم مرتين عشان ينزل كل المية المرة اللي جواه. وبعد كده هنجيب الليمون وهنصفيه من المية بتاعته ونحطه، نبدأ نحضر الحشو بتاعه. عندنا هنجيب ملح وبابريكا وشطة حمراء، ومعانا ورق لورا. الخلطة ديت عشان نحطها على المية ونزود بيها الليمون لما نحطه في البرطمانات ان شاء الله. الحشو بتاع الليمون اللي احنا محتاجينه معانا هنا جبنة عصفر وجبنة حبة البركة، ومعانا كمان برضو شوية بابريكا. هنقلبهم مع بعض ونخلط الخلطة دي كلها كده مع بعضها فوق بعضها. ممكن نزودها شوية ملح وهنبدأ نحشي بيها الليمون. دي الخلطة بتاعت الليمون بعد ما صفيناه من المية بتاعته جبنا مقص مش سكينة، لان المقص مش بيخلي الليمون ينزل المية اللي جواه. احنا محتاجين المية، محتاجين كل المية اللي جوه الليمون، عايزين الليمونة تحتفظ بالمية بتاعتها. فانا جبت الليمونة وقطعتها بالمقص، فتحتها يا دوب يعني فتحة صغيرة خالص كده، مش يعني مش بنتك عليها جامد، لا بالراحة، لان انا عايزة بصوا كده يا دوب كده، وبنفتحها 4 فتحات كده. خلاص كده فتحنا الليمونة بتاعتها فتحة بالراحة وصغيرة اهي، والليمونة زي ما هي محتفظة بالمية بتاعتها كل العصارة اللي جواها. وهنبدأ بعد كده ناخد الليمونة ونحشيها بالحشو اللي احنا عملناه، اللي هو قلنا حبة البركة والعصفر وشوية البابريكا او الشطة، اي شطة عندك ناشفة. وهنقلبهم كويس قوي. يبقى احنا كده نزلنا على المية بالملح والشطة الحمراء المفرومة وشوية البابريكا الصغيرة وورقتين اللورا. هنقلبهم كويس ونبدأ نضيفهم للليمون، ونتأكد ان كمية الملح مناسبة، ما تكونش المية عذبة، يعني مية الليمون ما ينفعش تكون عذبة. تمام. خلاص كده قلبنا الملح والشطة الحمراء مفرومة على المية، قلبناها كويس. هنبدأ ننزل في البرطمان لحد ما المية تغطي معانا الليمون، مش محتاجين اكتر من كده. كده خلصنا. هناخد ورق اللورا اللي كان معانا زيادة، ده يعني مادة حافظة للليمون عشان ما يطلعش حاجات على وش البرطمان، او ما يحفظ الليمون لفترة طويلة. بس كده، بس لسه هنحط شوية زيت على الوش كمادة حافظة مع ورق اللورا، ونقفل البرطمان قفلة كويسة. هنبدأ نحط شوية الزيت كده خلاص خلصنا ما شاء الله الليمون بتاعنا، وحطينا الزيت وكده يبقى خلصنا. هنقفل البرطمان بتاعنا قفلة كويسة قوي عشان ما يدخلوش اي هوا، ونسيبه اسبوع لحد ما خلاص ما شاء الله يبقى حلو معانا، ونلاقيه خلاص الليمون بتاعنا نختبره ونجربه ونلاقيه حلو معانا. مجرد ما الليمون معانا يحلو هناخده البرطمان ده حلو كده ونحطه على التلاجة ونسحب منه براحتنا بقى. لو قعد حتى سنة في التلاجة مش هيجراله اي حاجة. وبألف هنا وشفا، وما تنسونيش في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.